للمنتخب المغربي، فهو يسير بشكل رائع في هذه التصفيات، وقد تمكن من تحقيق فوزين على التوالي بهدفين مقابل لا شيء أمام تنزانيا، وهدفين مقابل هدف أمام زامبيا. لذلك يبحث اليوم عن الانتصار الثالث على التوالي والاستمرار في صدارة هذه المجموعة. طاقم تحكيم غاني يدير أحداث هذه المباراة، بالتأكيد نتمنى له التوفيق في هذا اللقاء بقيادة الحكم دانيال لاريا، يساعد كواسي بروبي ورونالد دودو، بينما تشارلز بولو سيكون حكم رابع لهذه المباراة في تصفيات كأس العالم 2026. ارتجال لاعب اقصى اليسار، حكيمي في التغطية في التأمين، دياز ابراهيم امام صافرة طبعا كانت قبل كل شيء، سبقت هذا كله. الباحث عن هدفه الاول، اللمسة الاولى خطيرة ناحية تمريرة يا إلهي، ومحاولة ولا الله الله يا إلهي، لوحة فنية جمسة أمامية. أوناحي مر جميلة من أوناحي باليمنى ولا 64 يا جماعة، ينصر دينك أوناحي. أي كورة، أي مهارة، أي روعة، أي متعة، أي إبداع، أي أوناحي. الهدف الأول للمنتخب المغربي بعمل كبير، بمهارة عالية، بلمسة ساحرة، بقذيفة في الشباك، بكرة جميلة، بالعمل بين حلوة لأيوب ودياس انتظار، بلمسة حكيمي قوية، ولكن أشرف زياش انتظار تمريرتين وثلاث، وعادت وتسديدة وكرة الثاني للمغرب. نعم شادي رياض قلب المدافعين ينجح في الوصول إلى شباك المنتخب الكونغولي. هدف مغربي ثاني بروعة كبيرة من شادي، هدف ثاني عن طريق رياض. المتعة الكروية مضمون الليلة مع فريق وليد الرقراقي بعد 2-0 في أقل من 20 دقيقة. نشوف كرة حلوة بعد ذلك، هذه عادلي، ارتباك دفاعي واضح، أخطاء دفاعية قاتلة، واستغلال بمثالية، بتألق وباحترام. حط على اليمين حكيمي بلمسة لأيوب، والثالث يا ولد أي كورة وأي لعبة يا معلم. لمسة جميلة والمغرب جميلة والكورة ممتعة، حكيمي حطها وأيوب خلصها، والمباراة تقريبا انتهت. في هذه اللحظات انتهت لأنه كل شيء تقريبا حسم ب3 نقاط ثمينة، واستمرار صدارة واستمرار تألق. حكيمي حط كورة، أيوب تقدم بروعة كبيرة، أشرف حط اللمسة، عمل الأسيست. وانتو الكونغو برازافيل ومحاولة عن طريق بيليه، لمسة ياسين عطية الله عرضية، لكنها جاءت بالقليل من الكرات الخطيرة. طويل الكرة خلف المدافعين في ينتظر، والفرصة متاحة في هذه التسديدة خطيرة، لكن إلى زياش باليسرى قوية، لكن عند الحارس إبراهيم دياز يصل الكرة. دياز يحاول داخل المنطقة، لكن 20 كرة تصل أمامية مرة أخرى، لكن أيضا دياز بن صغير بلمسة. أيوب الونتوب التدخل نتمنى أن تتكرر من أي منتخب آخر أو من الله. إلياس تدخل بشكل مباشر في الخط، يسحق عليه انذار من زياش وناحية زرع فيها شوي. ساعة المنتخب المغربي ساعي للوصول إلى جهة اليمنى، بينية حلوة ما أجمله من هدف، ما أجملها من لعبة، ما أجملها من سيمفونية كروية مغربية. عنزونا يلعب كرة عرضية خطيرة، لكنها في يد ياسين. إبراهيم يحافظ على كورته طويلة لكنها صعبة بعيدة. إلياس بن صغير محاولة عطية الله، بعد ذلك لمصعد دياز محاولة لكنها لفور. عدى دياز لغامولا، محاولة خطيرة
لكن التغطية لا يرام. حكيم يكسب خطأ. عين الإماراتي طويلة الكرة، محاولة لكن ياسين شرف تبرر الكرة بعد ذلك أمامية حلوة الله اللقطة والخلاصية جميلة والكرة جميلة وهدف رائع للمنتخب المغربي. الله على الكرة وناحي عز الدين كم عندي عز الدين كم عين عندك يا عز الدين ما شاء الله كم عين عندك يا وناحي. أي نظرة هذه يا وناحي أي تمريرة يا وناحي. وطبعا أيوب في منطقة الجزاء يعرف كل سنتيمتر في المرمى يعرف كل الطرق المؤدية إلى المرمى. لعبها وناحي بروعة كبيرة واستغلها أيضا بجمال بحس تهديفي عالي. التمريرة أجمل من هدف ولا تدخل وبعد ذلك لقطة جميلة بالاحترام أيضا. هذه كرة لمصلحة المنتخب الكونغولي لمسة ولسفيان رحيمي بتسديدة. الله مروان رحيمي يا عيني رحيمي. سفيان الكبير يسجل السادس. اللعبة الأولى اللمسة الأولى الهدف كان غير عادي. اللقطة كانت غير عادية. النهاية كانت غير عادية. رحيمي أكل الأخضر واليابس في آسيا في دوري أبطال آسيا هو الأفضل والهداف والليلة يريد إثبات هذه الإمكانيات رفقة منتخب المغرب. دخول بارع مولا بينية من جامولا خطيرة والفرصة لكونغو برازيل في هذه المباراة. كرة في القائم الثاني يتقبل هذا التغيير بروح جانبولا حطها خطيرة لكنها مرة. كرة على اليمين خطيرة خباش لكن التغطية بينية وسفيان يوسف والصريح مستحيلة. هذه لقطة مستحيلة. هذه فرصة لا تضيع. هذا هدف سابع